وانا صغيرة كانت اكبر مشاكلي هي شعري زي ما كانوا بيقولوا يعني زمان كان اكرت او بمصطلح دلوقتي كيرلي. بس طبعا زمان ما كانش حد اصلا مقتنع بموضوع الكيرلي ده. من وانا صغيرة وانا بسمع اهلي صحاب ماما اي حد يشوفنا انا واخواتي يقول لماما هي طالعة لمين شعرها كده، هي ليه مش طالعالك ومش طالعة زي اخواتها. ومامتي كانت دايما طبعا بتشتكي من شعري وقد ايه مغلبها ومش بيتسرح، وخناق انا وهي علشان هي عايزة تسرحه وانا بيوجعني. وقد ايه عملت فيه كل حاجة وبرضه مش عايز يبقى كويس. حتى لما دخلت المدرسة كانت المدرسة بتاعتي مشتركة ولاد وبنات، كنت بسمع التريقة عليا، وكان البنات بقى تقعد تقولي هو انت قاعدة معانا ليه، ما تروحي تقعدي مع الولاد. لان مامتي كانت بتقصلي شعري خالص زي الولاد بالظبط، لان هو كان بيتعبها جدا طبعا، وكانت بتريح دماغها عشان المدرسة والصحيان الصبح بدري ومش مفيش وقت يعني تقعد تسرح وكده. فضلت بقى كده لحد اعدادي. فاكرة قوي لما كان في مسرحية يعني هتتعمل عشان تتقدم في حفلة آخر السنة، وأنا كنت شاطرة جدا في اللغة العربية. فطلبت يعني من الميس ان انا اكون انا البطلة بتاعة المسرحية. قالت لي بصي انت شاطرة جدا وكل حاجة، بس للأسف البطلة لازم تكون شعرها طويل وناعم. وما كانش بقى من السهل ان انت تجيبي اكستنشن او باروكة او الكلام ده زمان، يعني الموضوع ما كانش متاح قوي كده زي دلوقتي. روحت اليوم ده منهارة مفلوقة من العياط. يعني ماما ما شافتني اتخضت في ايه يا بنتي، قلت لها حصل كذا كذا. قالت لي طب ايه رايك، جارتنا كانت لسه بتقول لي ده في كوافير فتح جنبنا وبيعمل حاجه اسمها فرد للشعر، ايه رايك نروح؟ قلت لها اه ماشي يلا بينا ومش عارفه ايه، وما استنيتش ورحت في ساعتها يعني. طبعا وقتها دي كانت حاجه لسه مبتكره يعني كانت لسه حاجه جديده محدش يعرف عنها حاجه، ما كانش بقى في كافيار وبروتين والكلام ده كله يعني. خرجت من الكوافير وانا مش مصدقه نفسي، شكلي اختلف 180 درجة. يعني هو مش مهم هو حلو ووحش، مش مهم، المهم ان شعري مفرود. وانا فاكرة بقى الشعور وقتها كان اللي هو الثقة بقى في النفس، ان انتي ماشية واثقة في نفسك، مش كل شوية ماشية عمالة تحسسي على شعرك تشوفي هو نايم هو هايش معدول مش معدول. رحت المدرسة تاني يوم ولا حد علق ولا حد قال لي مثلا شكلك حلو وحش اي حاجة، يعني محدش قال حاجة. يعني اللي هو احنا بس بنعلق دايما على الحاجات اللي احنا ممكن شايفينها عيوب من وجهة نظرنا، لكن لما بنشوف حاجة حلوة بجد بنستخسر نقول الكلمة الحلوة. الموضوع بقى موقفش عند كده، لان انا كان لازم خلاص كل شهر اروح اعيد تاني على الحتت الجديدة اللي بتطلع، لانها بتطلع مكسرة والباقي مفرود، فلازم كل كام شهر اروح افرد تاني. وفضلت كده سنين طويلة لحد ما شعري بجد خف جدا، وخلاص بقى اللي هو بقى بيقع بطريقة فظيعة. وكان فاضل خلاص على فرحي كام شهر، فقررت اروح لدكتورة او دكتورة يعني جلدية عشان اعالج شعري. وسألت ولقيت دكتورة كويسة جدا، قالوا ان هي في تخصص الشعر كويسة جدا، ورحت لها فعلا. طبعا اول لما شافت بقى فروة راسي وشعري وكده قالت لي حرام عليكي انتي مدمرة شعرك، البصيلات بتاعت شعرك اتدمرت، كده شعرك ممكن جدا معرض انه يقع كله، انتي لازم توقفي اي صبغة اي فرد اي حاجة من دي، حتى الحرارة توقفيها برضو. اللي هو بقى صدمتني، يعني قلت لها انا فرحي كمان كام شهر، انتي ازاي عايزاني اقعد كده قدام جوزي بشعري المعفن ده؟ دكتورة اتخضت لما قلت لها كده، بتقولي معفن؟ طب ليه بتقولي كده يعني، دي خلقة ربنا والحمد لله ان انت عندك شعر ومش عارفة ايه والكلمتين دول. المهم هي كانت محجبة، فلقيتها بتفك يعني الطرحة بتاعتها وبتقولي بصي شعري اهو انا عادي متقبلاه وتمام، اللي هو شفت شعرها زي شعري يعني الطبيعي. قالت لي وانا متجوزة وعادي وجوزي متقبل شكلي وبيحبني زي ما انا، وانا كمان ما انا ممكن اعمل عادي كل حاجة، بس انا مش عايزة، انا ما انا عاجبني شكلي كده. صراحة استغربت، قلت لها طب ازاي بجد يعني تقبلتي نفسك كده، انا مش قادرة خالص اتقبل شكلي. قالت لي وانا صغيرة كنت زيك كده، كنت كل يوم ارجع من المدرسة لماما اقعد اعيط، بس ماما كانت دايما تقولي هو انتي ليه عايزة تكوني نسخة من كل حد، انتي ربنا ميزك بشعرك ده اللي مش عاجبك،
شكلك مميز بين كل الناس اللي شعرها مفرود. وكانت دايما تحكي لي قصة لما احنا سافرنا شرم الشيخ، وكانوا الأجانب كلهم مهووسين بشعري وازاي شعري كده، ويقعدوا يلعبوا فيه وعاجبهم جدا. فكانت بتقولي شفتي الحاجة المختلفة دايما بيكون مميزة. هم عندهم كلهم شعرهم السايح والنايح، لكن لما بيشوفوا الشعر الكيرلي ده بيحسوا قد ايه هو جميل ونفسهم يبقى شعرهم كده. وكانت مامتي دايما تعمل شعري بطرق كده جميلة تخلي شكله حلو، وفي نفس الوقت تقعد تلفت نظري ان لو شعرك كان مفرود ما كناش عرفنا نعمله بالشكل ده. ما كبرت وبقيت بحب شكلي كده، وبقيت اهتم بشعري واعرف ازاي اعمله بطريقة شكلها حلو. الموضوع اكيد صعب مش سهل، بس احساس ان انا بحب نفسي وحاسة ان انا على طبيعتي، ده احساس يستاهل. خرجت من عندها مش هقول ان انا كنت مقتنعة بكلامها، بس مكانش قدامي حل تاني غير ان انا احاول اهتم بشعري واحسنه، لكنه كان هيقع يعني. مكانش قدامي حل غير ان انا اسيبه بقى يرجع تاني لطبيعته واحاول اهتم بيه. واتجوزت وانا لسه بعالج في شعري، وجوزي شاف شعري وهو حتى في حالته ليا مش حلوة، حتى كان لسه بيتعالج، وكان بيشجعني جدا. ولدرجة لما شعري خلاص بقى رجع لطبيعته تاني، الكيرلي كله رجع، بقيت اعمله علبة جل مثلا عشان يبقى كويس. بس كان جوزي بيحب شكلي بيه كده، حتى لما بقيت افرده مثلا بالسشوار وكده كان يتخانق معايا ويقول لي لا انا بحبه وهو كيرلي. وعملت صفحة على تيك توك للشعر الكيرلي، وبقيت اقول للبنات ازاي يهتموا بشعرهم. ودلوقتي بدأت تجهيزات ان انا اعمل بيوتي صالون للشعر الكيرلي وكل منتجاته، والحمد لله بقى عندي ناس كتير متابعيني ومستنيين الافتتاح عشان يجوا. عايزة اقول لكل ام بجد عندها بنت او ولد شعره كيرلي او مش ناعم او في اي مشكلة، انتي الاساس، يعني انتي اللي لازم تشجعيه، انتي اللي لازم تخليه يحب نفسه. لانه الاطفال بيشوفوا نفسهم من عيوننا احنا في الاول، يعني قبل ما يطلعوا للمجتمع. تقولي لها ان انت حلوة كتير، تحاولي تخليها تساعديها ازاي تعرف تهتمي بيه وتخليه شكله حلو عليها. وهو سبحان الله بجد ربنا بيخلقنا كل واحد لايق عليه الحاجة اللي مخلوقه له، يعني كل واحد شعره كيرلي هو لايق عليه الشعر الكيرلي، اللي شعره مفروض لايق عليه الشعر المفروض. فسبحان الله هي احلى خلقة فعلا، هي الخلقة اللي ربنا خلقها لنا.